أهلا بكم مجددا إلى الحدث المغاربي. يأتيكم من قناة المغاربية في لندن إلى الجزائر، حيث يجدد اعتقال المدون والناشط الحقوقي والنقابي الجزائري ياسين زايد والاعتداء عليه جسديا ولفظيا من قبل قوات الأمن الجزائرية في ولاية ورقلة، يجدد الأسئلة حول هامش الحريات في الجزائر. وقد عرض ياسين زايد أمام قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة اليوم، الذي أمر بحبسه بتهمة إهانة وضرب شرطي في انتظار محاكمته يوم الاثنين المقبل. وفي مدينة الأغواط حيث يقيم ياسين زايد، ذكرت مصادر إعلامية أن الشرطة اعتقلت أكثر من 40 شابا نظموا وقفة تضامنية مع الناشط الحقوقي المعروف محليا ووطنيا. معنا عبر الهاتف من الجزائر أيبك عبد المالك، الناشط الحقوقي. أيبك عبد المالك، مرحبا بك. أعتقد أنت كنت مع ياسين زايد لما اعتقل في ولاية ورقلة بين ورقلة وحاسي مسعود. طبعا ياسين زايد يتهم بأنه أهان وضرب شرطي. أنت كنت حاضرا، هل أنت مستعد على الهواء مباشرة عبر المغاربية أن تقسم بالله أن تقول الحقيقة وكل الحقيقة وتصف لنا ما حدث؟ هل فعلا اعتدى ياسين زايد على هذا الشرطي؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ونشكر طاقم المغاربية وعلى المجهودات اللي تقوم بها على تغطية الحقيقة يعني والواقع اللي نعيشه هنا في الجزائر. واما بخصوص القسم، اقسم بالله ان اقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. يعني حيثيات القضية، كنت انا وسيد ياسين زايد على متن الحافلة في الطريق الى مدينة حاسي مسعود، حيث نزلنا عند حاجز تأشيرة المرور لحاسي مسعود، يعني لإظهار بطاقة التعريف ثم إرجاعها لأصحابها يعني كإجراء روتيني، إلى سيد ياسين زايد الذي استدعي لحجرة للأمن ويؤمر صاحب الحافلة بعدم الانتظار. يعني استغربت انا واقتربت من الحجره للسؤال عن سبب منعه من المرور، يعني اللي افاجأ بالضجيج والصراخ العالي اللي كان يصدر من نفس الحجره. وعند دخولي يعني تفاجأت بياسين زايد، يعني يديه متبلين مورا ظهره وجالس في الكرسي وشرطي يتعدى عليه يعني بالضرب ومع وابل من الشتائم والكلمات النابية. ثم بعد ذلك يعني هدأت شوية الأمور. اضطرنا للانتظار يعني أكثر من ساعة ونصف لغاية وصول سيارة بيضاء من نوع نيسان رباعية الدفع، على متنها رجلين بالزي المدني، ويختاد بعدها إلى وجهة مجهولة لم نعرف عنها شيئا إلى غاية حوالي 12 ليلا ليوم أمس. ونعلم أنه في مركز للشرطة، وأنه سيحال غدا صباحا، أي يعني صباح اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر، لقبل التحقيق بمحكمة ورقلة ومتهما فوق ذلك. طيب في اعتقادك لماذا نعم تفضل. تفضل. لماذا استهدف ياسين زايد في اعتقادك؟ وهذه ليست المرة الأولى على ما أعتقد الذي والله يعني فيها. نحن كنشطاء يعني وحقوقيين متأكدين بأنه الهواتف تاعنا يعني مراقبة 24 ساعة على 24 ساعة. يعني كيف يعني من دون الناس كل ياسين زايد ما يدخلش لحاسي مسعود، وعارفين ياسين زايد راهو رايح لحاسي مسعود هذاك النهار، يعني موصين عليه. طيب في اعتقادك موصين عليه، هل القضية يعني سياسة مستهدف ياسين زايد، سياسة متبعة، ربما تصرف، هناك من يقول ربما تصرف اجتهاد من أعوان أمن يعني ولا يخص، ليس هناك أي سياسة واستهداف معين في التضييق على نشاط ياسين زايد أو الناشطين الحقوقيين في الجزائر؟ ما رأيك؟ والله يعني نحن كلنا نعلم ان هنا في الجزائر كل النشطاء وكل اصحاب الراي المعارض لهذا النظام يعني مستهدفين في كل شيء. يعني حتى يعني من يكون الهاتف تاعك مراقب 24 ساعه على 24 ساعه، يعني هذا تضييق.
وفي نفس الوقت يعني في بلادك ما تقدرش تتحرك، ما تقدرش تروح منها ولا منها، يعني هذا تضييق ثاني. طيب والشيء اللي فاجأنا اكثر، انه التهمه اللي لفقوها له، يعني انا شفت عيني شرطي يضربوا ويشد فيه ويديه مكبلين، وبعد ذلك يعني يقلبوا يعني الحكايه تعاود رجعنا اسم الهضره تاع ضربني وبكى وسبقني واشتكى. طيب هل لديك معلومات عن هل هناك فعلا هناك تقارير تقول بينها موقع تو سوغ ورقلا، هذا موقع الانترنت يقول بانه المكتب الولائي للرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان بورقلا ان جميع المحامين المعتمدين لدى مجلس قضاء ورقلا رفضوا الوقوف بجانب ياسين زايد، وموقع اخر ينقل بانه محاميه واحده فقط تطوعت للدفاع على ياسين زايد. ما صحة هذا الكلام؟ هل هذا كلام صحيح؟ أنا نأكد على الكلام هذا. يعني المكتب الولايي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قصد أكثر من 5 أو 6 محامين، يعني فقط يعني باش يسألوا ويوقفوا مع ياسين زايد في جلسة المساءلة ولمعرفة يعني التهمة. كان هناك نوع من الخوف. فقط محامية اللي هي يعني كانت اصلا كانت دافعت على ياسين زايد بزاف قضايا، وهي مدينة حاتم سعود. طيب، هل فعلا مثل ما ينقل الموقع تعرض المحامون للضغط لكي لا يدافعوا على ياسين زايد؟ هل هذا الكلام صحيح؟ يا أخي، نحن هنا في الجنوب يعني يحكمنا قانون الغاب، يعني لا علاقة، يعني القمع والتخويف واللي يحدث كله في الجزائر يحدث عنده الضعف نتاعو يحدث هنا خاصة في ورقلا، يعني تخويف وترهيب وما إلى غير ذلك. طيب، في مدينة لغواط انباء تقول بأنه شباب أيضا تم اعتقاله لأنه خرج في وقفة تضامنية مع ياسين زايد. هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟ حديث عن 40 شاب. آخر معلومة. نعم. هل حديث عن 40 شاب كما تنقل وسائل الإعلام، مواقع على الإنترنت، مواقع جزائرية؟ شوف يا أخي، آخر الأخبار تقول أنه 40 شاب يعني أطلق سراحهم قبل حوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة. يعني شباب خرجوا متضامنين مع ياسين زايد وقمعتهم الشرطة كالعادة واعتقلتهم، والآن يعني هم أحراوي ما طلقتهم الشرطة. أيبك عبد المالك الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة ورقلا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. ومن الجزائر ينضم إلينا عبر الهاتف نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. سيد أستاذ نور الدين بن يسعد، طبعا اعتقال جديد لياسين زايد، ربما ليس الأول، وأسئلة كثيرة حول هامش الحريات في الجزائر، برغم أن التأكيدات المسؤولين الجزائريين حتى في استقبال المنسقة الأممية أو المفوضة الأممية بالأحرى لحقوق الإنسان مؤخرا بأنه موضوع الحريات مكفولة في الجزائر. الو. نعم سيد نور الدين بن يسعد، أرجو أنك تسمعني. نعم. لا نعم، مساء الخير. مساء النور. أخي، اليوم البارح اعتقل الناشط الحقوقي زايد ياسين، وهو متوجه في حافلة إلى حاتم سعود ليلتقي بالمحامية نتاعو في إطار قضية نتاع اجتماعية، يعني في إطار العمل نتاعو. فاعتقل، والشاهد العيان اللي كان موجود تما في الحافلة هو وحده اللي خرجوه من الحافلة. يعني كانت الحافلة فيها كثير من المسافرين، وهو لوحده اللي خرجوه من الحافلة. فيقول بانها في المركز نتاع الشرطه هذيك سمعوا العياط وسمعوا النداء، فماناش عارفين بالضبط واش صرا تما. طيب، هذا الشاهد سيد نور الدين، هذا الشاهد كان معنا، شاهد أيبك عبد المالك من كان مع
ياسين زايد. في اعتقادك أنتم أدنتم ما حدث، ولكن هناك تأكيدات من المسؤولين الجزائريين بأنه هامش الحريات مضمون، وفي لقاء الأخير مع المنسقة الأممية لحقوق الإنسان نافي بيلاي كان هناك تشديد على هذا الأمر. يعني كيف تفسر الخطاب، الفرق بين الخطاب وبين الواقع؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. كنا نناقش معه موضوع اعتقال الناشط الحقوقي والمدون والنقابي أيضا ياسين زايد الذي اعتقل في مدينة ورقلة وتم الاعتداء عليه جسديا ولفظيا من قبل قوات الأمن الجزائرية في ولاية ورقلة، مما جدد الأسئلة حول هامش الحريات المتاح في الجزائر. ياسين زايد طبعا عرض على قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة بعد مخاوف من اختفائه لساعات والقول وحتى حديث عن اختطافه، ولكنه عرض على قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة الذي أمر بحبسه بتهمة إهانة وضرب شرطي في انتظار محاكمته يوم الاثنين. كان معنا عبر الهاتف من قبل قليل فقط أيبك عبد المالك الناشط الحقوقي الذي كان حاضرا معه وكان شاهدا على ما حدث، وأقسم بالله أن يقول الحقيقة، وقال بأنه يكذب إقدام ياسين زايد على شتم أو إهانة شرطي. يعود إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. طبعا اعتقال ياسين زايد أستاذ نور الدين يعيد طرح الأسئلة حول هامش الحريات في الجزائر. نعم، أرجو أنك تسمعني الآن بشكل واضح. نسمع، أقول لك في انقطاعات من حين إلى آخر. كنت أقول اعتقال ياسين زايد يعيد طرح الأسئلة الكثيرة حول هامش الحريات في الجزائر برغم تطمينات المسؤولين الجزائريين، آخرها في لقائهم في زيارة نافي بيلاي منسقة حقوق الإنسان إلى الجزائر. نعم، اولا احنا في انتظار، تعرفوا بان هذه الزياره جاءت بموافقه السلطات الجزائريه. ففي هذا اللقاء هذا مش عارف اذا طرحوا الى الحريات بصفه عامه او الى طرحوا الى قضيه ما يسمى بقضيه المفقودين. فاقول اود ان اقول كلمه في هذا الاطار. فاحنا نستنى اولا التوصيات نتاع الممثله نتاع الامم المتحده، المدرسة الخاصة لمكافحة حقوق الإنسان. فنحن في انتظار التوصيات لكي نعلق على هذه التوصيات. ثانيا أن السلطات الجزائرية، النظام الجزائري بصفة عامة، أعتقد أن فيه خطاب مزدوج، خطاب إلى الخارج، للاستهلاك الخارجي، وفيه ممارسات يومية لمضايقة ممارسة الحريات بصفة عامة. فهذا بطبيعة الحال خرق للاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر وخرق للدستور الجزائري. فيه خطاب رسمي للاستهلاك الخارجي وفيه ممارسات يومية بالأسف الشديد ما تسمحش بممارسة بصفة عالية للحريات الفردية والجماعية. في اعتقادك نور الدين، أستاذ نور الدين، هل هذه الممارسات ممنهجة مخطط لها مركزية إن صح التعبير، أم أنه هناك من يقول أنه مرات أيضا اجتهاد أعوان أمن وتصرفات تجاوزات لأفراد؟ ما رأيك في هذا النقاش؟ والله في الحقيقة أعتقد أن فيه جهات معينة، جهات تظهر في الدستور الجزائري أنها استخفت العدالة. هما يطبقوا في القوانين كما ظهرهم الحال. وهذا الاشكال ان نقول بان هذه طبيعه النظام، لان
لان حتى اذا كان فيه محاوله توظيف جهاز العداله، ولو كنا يعني في فصل السلطات وفي دوله القانون ودوله الديمقراطيه، يعني السلطه القضائيه هي موجوده، يكون يقيم سلطه مضاده لتامين لمثل التجاوزات. ولكن للاسف الشديد اليوم في هيمنه تاع السلطه التنفيذيه على جهاز العداله. يعني ما نستطيعش نتكلم على يعني جو عادي تاع ممارسه الحريه، فهذا من طبيعه الانظمه الشموليه، ويعني ما نستغربوش من مثل هذه الممارسات. نور الدين بن يسعد رئيس الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، شكرا جزيلا لك، ونأسف لرداءة الصوت من المصدر. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من الحدث المغاربي، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.